خلاص الله يبارك والله لك. العظيم ما هسيبكم خلاص خالص. خلاص والله الله العظيم. يبارك لك. طب يا ده عم انتوا الله يبارك انتوا لك. جايبين العزل للناس. خلاص الله يبارك انتوا لك. جايبين عزل القرى الله يبارك لك يا عم. كذا طرمبه. خلاص لا كفتكم بلد ولا كفتكم يبارك لك اثنين. يا عم. الله ايه اللي ما هتعملوه انتوا دي؟ غليت يا عم. غليت. طب ان غليت تطلع تسرق. خلاص ما تاكل لقمتك بعرق جبينه. غليت تروح تسرق انت. مش عنده تاني. تجي تاني فين؟ انا مش هقدر تاني طرمبه. هتقدر تعودني بالطرمبه؟ طيب اتسرقت مني طرمبه وسمح، وادي التاني وهنسامح. ما اقدرش اسامح تاني. انا مش ملاك. لا ده انتوا حرقتوا دمي. ده انتوا نشفتوني. الله يجيب لك طرمبة. والله نشفتوني. والله ما هسيبكم. والله العظيم لا يحلنا المركز. والله لا هيحلنا المركز بيننا وبينكم. والله ما هنسيبكم. وده كان دور من سرقة الطرمبات. حالة انتشرت من اللي ما يشربوا الشبو، من اللي ما يشربوا المخدرات. اللهم احفظنا. شباب اتدمر بسرقة الطرمبات، سواء طالع على راجل مزارع راح يشرب، طالع على راجل لقمة عيش يعبي له جركن ما يشرب بدل ما يروح البلد. ليه دي؟ يرضي ربني انك انت طرمبة بتاعت ذكاء بتاعت ربنا سايرة في الطريق تكسرها وتخديه؟ يرضي مين؟ بلاغي الى مركزنا المحترم وحكومتنا المحترمة انه تشوف الحالة دي وتشوف الوضع السيء من شباب ما يشرب مخدرات ويشرب حشيش ويشرب البلاوي الزرقاء. ينتبه ويلتفت ليني، لانه الحالة دي حالة انتشرت، حالة بقت حالة سيئة، بقت منتشرة عند العامي في كل القرى، وفي كل المناطق. طرمبات بتسرق، حالات غريبة بتحصل من تجار الشبو وتجار المخدرات واللي ما يشربوا المخدرات، انه يجيب له طرمبه يبيعها. الطرمبه تكون تسوي لها 500 جنيه يبيعها ب 30 40 جنيه. اهم حاجه يجيب وياخذ شربته. ترضي مين انك انت طرمبه دي تخلعها وتاخذها؟ ترضيك؟ انت ربنا اللي هيحاسبك. يمكن احنا شفناكش دلوقتي، ما حدش شافك، بس رب العالمين شافك وهتتحاسب. واكيد هيكون عقباك سيء عشان انت ماشي في الحرام، واللي ما يمشي في الحرام عمره ما يكسب. ده كانت حالتنا وفقرتنا. تحياتي ليكم وتحياتي بحبيبي زياد وحبيبي كرم اللي قاموا معي بالدور دي. اشكركم جميعا، ويا ريت حكومتني ومركزني يلتفتوا للحته دي. تحياتي لكم. بيوم ابو العمد.